السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الأمر إن شئت سهلا، فاجعل أمرنا كله سهلا، اللهم آمين. معادنا النهاردة في تاني حاجة من السيل سايكل، وهي برضو اللي بنتكلم عليها في البارت اللي هي النولج ابروتش. طيب، مش قبل ما تروح جمعت الداتا بقى اللي انا قلت لك عليها في الفيديو اللي فات؟ طيب، ما قبل ما تيجي تكلمه وقبل ما اقول لك يعني ايه ابروتش، قبل ما يخش عليك العميل واقول لك تتكلم تقول ايه، ما تيجي ناخد مثال يجمع لنا كل القصه اللي فاتت دي. احنا خدنا شنطه عده وحاجات خدناها عشان نعرف احنا بنبيع ايه والمين وازاي. ما تيجي ناخد مثال نلم علينا الدنيا. اول مثال يا صديقي، انت بتبيع ايه؟ برودكت. طيب، ادوات كهربائيه ادي اهو. انا داخل اتكلم، انا عايز بس اعيشك دور البروجكت، اعيشك دور انت بتعمل ايه. فانا ببيع ادوات كهربائيه. مين هو العميل بتاعي؟ مقاول. انا ببيع ادوات كهربائيه والعميل بتاعي مقاول، وانا داخل عليه بقى اقول له خلاص. والميزه التنافسيه بتاعتي ان انا وان ستوب ستيشن، بمعنى مثلا عملت سيلكت في حاجه جوه الادوات الكهربائيه، وليكن ان انا وان ستوب ستيشن في قصه الوايرنج ديفايس ده، مثلا حاجه كده جوه قسم الكهرباء. فانا هبيع لك كل حاجه، مش هتقدر تروح من كل تاجر شكل معين، فريح لك القصه دي من انا بس. فجمعت الفاليو بروبوزيشن بتاعتي مع اليونيك سيلينج البوينت بتاعتي، واكتشفت وعرفت بعد ماركت ريسيرش ان انا الفاليو بروبوزيشن بتاعتي ايه. لما تشتري مني انا، قبل ما تشتري مني انا هسعر لك المشروع تندر قبل ان هاند. ادي واحد. يبقى ادد فاليو، انا هشيل شويه شغل من عليك هعملهم انا بدالك لما تشتري مني. ثانيا، السعر مميز. خش بقى على اليونيك سيلينج بوينت اهو، وهديك كريدت عن اي منافس. ثالثا، مع الفاليو بروبوزيشن انا عندي هوفر عليك وقت انك تروح تعمل كومباريزن مع كذا تاجر تاني، لان انا عندي وان ستوب ستيشن. يعني انت هتيجي تشتري مني كل حاجه، مش هتروح من ده تشتري منه حاجه، وتروح من ده تشتري منه حاجه، وتروح من ده تشتري منه حاجه. فقعدت افكر في دخله اخش بيها على العميل. فنعمل انا وانت بقى طريقه كده معينه. اكتر حاجه هتخش بيها على اي عميل هتعمل له ابروتش انك تساله اسئله مفتوحه. اي بياع مفكر ان هو لما يخش على عميل اقدر اساعدك ازاي، والناس يا جماعه اللي بقت تعمل دلوقتي اي اي ريبلاي وحاجات محفوظه، اقدر اساعدك ازاي، ازاي يومك، صباح الخير يا فندم، اقدر اساعدك ازاي، فهو يبعت له ريكويست. يا جماعه ارجوكوا لازم تسال اسئله مفتوحه. ايه المشاكل اللي بتواجهك في المنتجات اللي حضرتك بتستخدمها؟ ايه المشاكل اللي بتواجهك في التوريدات؟ صباح الخير. طبعا الترحيب ما فيش مشكله منه، بس اقدر اساعدك ازاي في اي مشكله بتواجه سعادتك. ايه اللي حضرتك ممكن اقدر افهم حضرتك؟ لا، ايه اللي ممكن يناسب حضرتك في شراء المنتجات من عندنا؟ اخر مره واجهت مشكله، او تقدر تقول لحضرتك تعرف مميزات المنتجات بتاعتنا شكلها عامله ازاي؟ ايه المنتجات اللي كان نفسك تحلها في المنتج اللي بتستخدمه؟ فانا لقيت دخله. ايه المشاكل اللي بتواجهك في توريدات المنتج الفلاني الفلاني؟ او ايه المشاكل اللي بتواجهك في توريدات الكهربائيه؟ فانا سالت اسئله مفتوحه. ده المثال اللي معاك. ومبدئيا لما تيجي تتكلم معايا كحسيني، ما تتكلميش انت بياع، انت استشاري مبيعات، لان ده الكونسبت اللي انا هحطه في دماغك واحنا شغالين مع بعض. خدنا مثال اهو. تعالى بقى في القصه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، هي ايه؟ ابروتش. يعني ايه ابروتش؟ ابروتش هي سكيل، ابروتش هي اوتريتش، ابروتش هي اول مره العميل يشوفك او يكلمك او تعمل له برزنتيشن. اذا لازم اول مره تفرق معاه جدا جدا، لان لو اول كمان 30 ثانيه سواء في الكول او في ميتنج او بتبعت له ميل، لو ما حسش ان انت بتضيف له فاليو، قيمه مقابل اي حاجه، وقته مش هيعبرك تاني. سواء داخل عليك بقى في الستور، سواء انت رايح تكلمه، خلاص بقى انا مش من انصاف بقى يا جماعه. مساء الخير فين، صباح الخير، حضرتك عندك وقت مناسب اكلم حضرتك؟ انا من الشركه الفلانيه الفلانيه بتابع مع حضرتك بخصوص كذا كذا كذا. لا،
لا، انا عايزك تكون حريف. البيع بقى خده لايف ستايل. سيلينج از نوت هارد وين يو نو هاو. اذا دي هي سكيل. ليه؟ اتراكت كاستمر اتنشن. شفت بقى السيكريت فين؟ في الاتنشن. طب تفتكر انت هتعرف تعمل له اتنشن من غير ما تعمل ايه؟ ها؟ تسال سؤال مفتوح؟ مستحيل. طب انا بعمل ايه اتنشن لايه؟ يعني انا بعمل جذب اتنشن لايه؟ لايه بالظبط؟ يعني انا الموضوع ده بعمل لايه؟ علشان ايه؟ اساعده. اساعده في ايه؟ في ان انا احل له مشكلته. اذا يبقى ده فتحه السؤال. هو ده السؤال اللي انت هتساله له. بس يبقى فهمت الديفينيشن. افهم نوعه بقى. الابروتش تايب اوف ابروتش نوعين، يا اما اونلاين يا اما اوفلاين. لا اكتر ولا اقل. الاوفلاين في انواع، يا اما من عن طريق الديسبلاي لو انت شغال بي تو سي، يا اما عن طريق المنافس وده هناخد عليه مثال دلوقتي، يا اما عن طريق الفيس تو فيس. ما فيش مشكله، لان هو انت فيس تو فيس، يا اما انت بتروح لزيارات بي تو بي. ومعظم البي تو بي بيبقى الكول الاول، بعد كده بيروح له ميتنج يعني، او عن طريق اونلاين بيبعت له ايميل. ده التايب ابروتش، ما فيهوش اي حاجه تاني خالص. واصعبهم البي تو بي. لان انت عاده البي تو بي لا اما كول لا اما ميل، وبيبتدوا بالميل. لان الكول بيبقى صعب قوي انك يرد عليه، وصعب انك تجيب ليدز بالكولز، فعاده بيبقى فيه ريكويست. وبي تو بي الكورس اللي احنا هنعمله باذن الله عن البي تو بي بقى ان دابس مع سيكونس البي تو بي هيبقى مختلف شويه اكتر، لان احنا هندخل فيه التولز بتاعت الاي اي. وان شاء الله في حلقات هتنزل عن الاي اي على المدار الشهور اللي جايه. ودي اهم حاجه زي ما احنا اتفقنا في برومو. انت اعمل لايك وسبسكرايب ده مرارا وتكرارا، علشان هيجي لك الفايل بتاع البرزنتيشن بتاع الكورس ده كامل ان شاء الله بعد ما تخلص الريكورد. طيب، انا عندي نوعين دلوقتي اهو، اونلاين واوفلاين. تمام. طيب انا ازاي هعمل ابروتش من المنافسين؟ كان في مثال موجود احنا كنا بندرسه. كان في اتنين ستور، اتنين براند فاتحين قدام بعض. واحد بيقفل الساعه 10، الاثنين كانوا بيقفلوا الساعه 10. فالتاني قرر ان هو يقفل الساعه 11. فبقت الزباين اللي بتيجي ولقيت واحد مفتوح والتاني مقفول، فبداوا يروحوا الزباين اللي متعودين على البراند ده، عشان لقوه مقفول راحوا للبراند اللي ايه؟ اللي مفتوح. فدي كانت واي بس بسيطه ان هو يروح له، بس مش اكتر. طيب البريبريشن اللي انت تكون مجهزها سعادتك ارجوك وانت رايح تعمل الابروتش. هتستدي شويه حاجات، 3 حاجات، وتعمل بلان لحاجه. ودي اللي هناخدها في الفيديو اللي جاي. هتستدي البرودكت بتاعك، انت بتبيع ايه، وايه اليونيك سيلينج بوينت بتاعك، وده بيحقق وايه المشكله. وهو بيحل مشكله ايه عند العميل. مين هو العميل بتاعك، مين هو المنافس بتاعك، مين هي الشركه بتاعتك، وسابقه اعمالك. وتجهز الرساله او الاوتريتش مسج مع اليونيك سيلينج بوينت، وتحطهم في الخلاط، وتقول لي هتكلم العميل تقول له ايه. وده اللي احنا بنتعلمه. لازم طريقه كلامك مع العميل تفرق. بمعنى احنا هناخد في البرزنتيشن طريقه القاء. طب الابروتش في الكول، احنا دلوقتي خدنا مثال. لازم تاخد طريقه. انا بسال اسئله مفتوحه علشان اوضح له من خلالها ان عندك مشكله، عشان اوضح له من خلالها ان في امباكت هيعود عليك لو انت ما حلتهاش، عشان اوضح له من خلالها ان حل المشكله دي عندي في المنتج بتاعي. فبقول له انا لاحظت ان في مشكله في السوق ده، فمن خلال ده تاثيرها على السوق كذا، بس انا عندي منتج بيحل المشكله الفلانيه. فانا الريفرنس بتاعي، انا اشتغلت مع اكبر ناس موجودين في السوق كذا، وحليت المشكله الفلانيه كذا 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 كذا. فلو حضرتك عندك وقت ممكن نقدر نتعاون مع بعض كذا كذا كذا. انا سجلاتي 1 2 3 واقدر احل لك المشاكل، ولو تعاونت معايا اقدر افيدك بشكل الواحد 2 3 4 5. ده لازم تحله، لازم تكتبه، ولازم تبقى معاك نوت بوك تتكلم بالطريقه دي. في مشكله، والاي اي هيساعدنا في الحته دي، بس لازم تفهم الديفينيشن، الكونسبت. في مشكله تاثيرها كذا على السوق. انا ما بتكلمش على العميل اهو. طيب انا عندي منتج بيحل المشكله دي، وفي ناس كتير اشتروا مني. فلما اشتروا مني زاد المبيعات بتاعتهم. فلو حضرتك عندك وقت نقدر نتعاون مع بعض، فمحتاج كولز او ميتنج اقدر اوضح لك الموضوع بصوره اعمق. طيب ده في البدايه الاول بشرح له
انت ايه المشاكل اللي بتواجه حضرتك في المنتج الفلاني او التوريدات. انا بقدم 1 2 3، وده بيحل مشكله عند ناس كتير في 1 2 3، واشتغلت مع ناس كتير 1 2 3، وبقول له الارقام اللي بتواجهني في الحته دي. ده بيفرق كتير قوي في اي حاجه ممكن تتخيلها وانت بتعمل الابروش. تجهز معايا انت هتتكلم تقول ايه في الكول او المسج او الميل اللي انت هتبعته للعميل بتاعك، اللي هتعمل له ابروتش، او السؤال المفتوح اللي انت هتساله للناس بيزد اون البروجكت او المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها، علشان تعرف السيكونس بتاعت الكول وهدفك من الكول ايه في السيشن او الريكوردد اللي جاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.